سرقت المباراة من المنتخب المصري. لا لا لا، حرام والله حرام، نهاية بكل الألم، مش معقول، غير مقبول. ضاع اللقب وصعب الهدف الثاني كان سيكازوي. الحكم الزامبي عبد الله سعيد. محمد صلاح أقل من 10 ثواني لنهاية الوقت الأصلي والطبيعي. كرة لباسوغوغ، باسوغوغ يحاول الهروب، باسوغوغ وضاعت الكرة وتصويب طارق حامد يستميت والخطورة الكاميرونية. نلعب الوقت البديل مشاهدينا الكرام، 3 دقائق لنهاية المباراة. جماهير كاميرونية في حالة هستيرية. فينسون أبو بكر مهاجم بشكتاش التركي يستفيد من التحكيم. المخالفة، يا ربي يا عالي، هذه الكرة أو لا تكون، هذه الكرة أو لا تكون، هذه الكرة أو لا تكون. هذه الكرة أو لا تكون. مشاهدينا الكرام، آخر ومضة في هذا الوقت البديل. من سيكون عبد الله السعيد؟ يا عبد الله يا سعيد، الجدار الكاميروني، دقيقة ونصف في الوقت بدل الضايع. فابريس اوندوا، عبد الله سعيد، هل يرجع لنا العيد؟ اخر ما يمكن انتظاره النني وعبد الله سعيد. كل الملايين المصرية واقفة في انتظار. يا رب يا علي، شر الكرة في الشباك. يلا الوقت يعدي، دقيقتين في الوقت البديل. اكيد الحكم الزامبي لن يرحم المنتخب المصري بعد هذه المخالفة. النني عبد الله سعيد، النني وين يا النني وين؟ ضاعت وقلوبنا تدمع. راول هيكتور كوبر مرة أخرى يخسر دور نهائي بطريقة غريبة، لكن للأمانة وليست بالمسكنات. اليوم منتخب مصر منتخب كبير قادم في أكبر المواعيد، سيكون عنده شأن كبير في قادم المواعيد. مانجاك في مكان زوا، مرارة بهذه الخسارة لم تكن طبيعية بالمرة. خروج لجاك زوا، الكاميرون قريب من الكأس الخامسة. جماهير مجنونة في حالة هستيرية. يقلب الدولة منتخب الكاميرون بهدف أكثر من مشكوك لأبا بكر. شوف الوقت كله ضاع الوقت كله، والسيكازوي يتفرج من أجل عيون عيسى حياته. كل الأمور تهون. وأسفاه بس يغادر، لم يعد قادر. الكاميرون مشاهدينا الكرام قريب جدا من التتويج بعد أن كان متخلفا في النتيجة. أكيد من حق كل المصريين أن يمسكوا رؤوسهم. خطفوا الانتصار بطريقة
فيها أكثر من سؤال. كرة طويلة للسيكازوي، حكم المباراة اللي يتفرج. 4 دقائق في الوقت البديل. كرة عصام الحضري والتماس، أكيد انهيار الأعصاب من جانب النجوم المصرية. خلاص باحت المباراة بكامل الأسرار. مع الأسف مشاهدينا الكرام مرينا بجانب الأحلام. الشوط الثاني صحيح المنتخب الكاميروني كان أفضل من المنتخب المصري، لكن أخطاء. وطبعا سيكازوي يعلن نهاية المباراة بتتويج المنتخب الكاميروني للمرة الخامسة في تاريخه على حساب سلطان اللعبة الإفريقية. منتخب مصر صاحب 7 ألقاب. أوقات مريرة، أحداث مثيرة. كاميرون يتفوق على مصر 2-1 في ملعب الصداقة في ليبرافيل بهدفين بعد أن كان متخلفا. خيبة أمل كبيرة طبعا لكل الشعب المصري، لكل العرب. فعل هذا البلجيكي إيغو بروس، فعل البلجيكي مع مجموعة لاعبين من الصنف الثاني. تحدوا هذه النهائيات الافريقيه. بكاء كابتن المنتخب موكانجو. على كل لابد ان نشكر كل اللاعبين المصريين لما بذلوه من مجهودات طيله نهائيات كاس افريقيا للامم. ارفع راسك انك مصري وتستحق كل التقدير وتعظيم السلام. تلك هي كرة القدم، يوم ليك ويوم عليك ومش كل يوم معاك. لكن منتخب اللي عنده صلاح ورمضان صبحي اكيد في قادم الايام سيعطي الابتسامه للكره المصريه وللشعب المصري بالتأهل الى نهائيات مونديال روسيا 2018. يصعب علي الكلام اكثر من هذا الكلام مشاهدينا الكرام، المعذره. اقول لكم بكل تاكيد سنضرب موعد جديد مع تألق الكره المصريه. سنتابع كذلك هذه الاجواء في الدور النهائي بتتويج منتخب الكاميرون بعد البداية المشجعة للمنتخب المصري. سنرجع تباعا في الاستوديو التحليلي. أكيد هنالك كلام وهنالك حديث مطول على الهدف الثاني للمنتخب الكاميروني. طبعا لا ينقص من قيمة المنتخب الكاميروني على مستوى الأداء. في الشوط الثاني بنجامين موكانجو هو مان اوف ذا ماتش، أفضل لاعب في المباراة، كابتن المنتخب الكاميروني. ودموع طبعا تصعب علينا، دموع عمرو وردة محترف باوك سالونيك اليوناني اللي طبعا يتحسر أو أمامنا بطريقة كبيرة، بينما باسوغوغ هو المان اوف ذا ماتش وليس موكانجو. باسوغوغ هذا الذي فعل في الشوط الثاني ما لم يفعله طيلة نهاية الشوط الأول. إذا مشاهدينا متابعينا بكل تأكيد سنعود معكم عند تتويج.